السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على بركة الله اليوم جيت ندير معاكم ترند هذا لاير كيك. اليوم راح نجربه معاكم بالبواط تاع الحليب نورسي كونفورت. يا البنات هنايا راح نديلكم طريقه اللي ما عندوش سارسو، اللي ما عندوش مول لي طارت منه يقدر يدير باي مول. جبت لكم اليوم بالبواط تاع الحليب، تقدروا ديروا بالبواط تاع الطوماط كيما تحبوا. هذا ترند جديد. على بركه الله هنا راح نطلع البياض نتاعي. لازم البياض يكون دافئ، على دافئ كما نقولوا في الغرفه، ما يكونش في في البراد، ما يكونش في الفريجيدير، فهمتوني. هنا راح نجيبوا 3 بياض البيض كما راكم تشوفوا. هنا راني نقسم في البيض. راح نطلع بياض البيض مع قرصة ملح، راح نطلعها بالباتور حتى تشد روحها مليح. نشوف القوام تاعها انه ولا ما يجيش، ما يولى عفوا ماهوش سائل، فهمتوني. هنايا راح نحط البيض نتاعي. حطيت صفار البيض على جهه، من بعد نحتاجو هنا مكونات بسيطه يا البنات، مكونات عندكم في الدار تقدروا تخدموها، تقدروا ديروا اي حاجه بها. انا خدمتها وجاتني كبيره لان درتها في بواط تاع 900 غرام. لكن درتها كبيره بالعاني لخاطركش حبيت ندير نزوج كي قسمتها، درت زوج لاير كيك. ما درتهاش طويله، درتها ميني لحقا حبيت نديرها ميني لسبب. هنايا راح نطلع بياض البيض مع قرصه ملح، نطلعوه مليح بياض البيض مع قرصه ملح، نطلعوهم حتى يولي القوام نتاعهم ما يوليش سائل، فهمتوني. كيما راكم تشوفوا هنايا كنت طلعت البيض نتاعي. شوفوا كيفاه هنا ماهوش سائل، شفتوا كيفاه راه مشدود. هنا تعرفي باللي اللاير كيك تاعك راح تنجح لك 100%. اي كيك، اي رولي تاع باتيسري راح ينجح لك بهذه الطريقه. لما تشوفي بيض البيض طلع لك بهذه الطريقه. راح نضيف ايضا هنا، راح نضيف صفار البيض تدريجيا. اولا راح نضيف السكر، راح نضيف 3 مغارف سكر، 3 مغارف سكر، 3 بيض، 3 سكر، وحده فاني، و3 مغارف فرينه فقط. بهذه راح تخدمي لاير كيك. تحبي تخدميها طويله، تحبي تديريها كيما انا كنت قسمتها، درتهم ميني، فهمتوني. شوفوا هنايا نوريكم في المول تاع البواط تاع الحليب كيفاه كنت درتو بالبابي كويسون. شفتوا لي كيفاه كنت فرغت اللاير كيك تاعي، كيفاه فرغت السائل تاعي. هنا نرجع نوريكم كيفاه درت السكر 3 مغارف. راح ندير بالمغرف ونحرك، فهمتوني. راح ندير مغرف ونحرك بالباتور، فهمتوني. لازم كل مغرفه تحركوا، فهمتوني. لازم تتحركوا. هذه طريقه باش تزيد تنجح لكم. هذه النجاح نتاع اللاغوسات تاع العجينه كيف تنجح لكم، فهمتوني. هنايا راح نحرك، راح نزيد نضيف 2 مغارف اخرين، ومن بعدها نضيف صفار البيض نتاعي. راح نضيف صفار البيض تدريجيا يا بنات. انا راني ندير في صحن تكسر لي المول اللي نخلط فيه لاير كيك، ونخلط فيه المكونات تاعي. راني قلت للزوج ان شاء الله شري لي، كل يوم يقول لي غدوه هاني نشوف فيه. هنا راني نديباني لكم بالصحن. المهم نش نخليكم بدون وصفات حبيباتي. هنا راح نضيف الصفار البيض نتاعي، راح نضيفه تدريجيا كما راكم تشوفوا. تدريجيا كي تبداو تضيفوا في صفار البيض، وكان الخليط ابيض، كي تبداو تضيفوا في صفار البيض راح يولي الخليط بيج، يولي حليبي، فهمتوني. هنا راح نضيفهم تدريجيا. راح نضيف تدريجيا البيض نتاعي، عفوا كما راه موضح امامكم. هنا راني نضيف الصفار البيض نتاعي، وكنت نسيت الفرينه ما وريتها لكمش مع المكونات، عاودت جبتها لان الفرينه تاعي كما سبق وقلت لكم. انايا نعاود كي نشيل الفرينه نغربلها، نصفيها من الزوائد منها، اي حاجه فيها ونخبيها. كي نعود ناويه نطيب طول نجبد نطيب، ما نعاود نصفيها.
هنا درت الفاني تاعي. انا كان متوفر عندي فاني تاع الكيس، لكن من الاحسن يا البنات ديروا فاني تاع القيمه، تشرو قيمه 5000 تجيب لكم قداه، تجيب لكم بزاف تقدروا ديروا بها قداه الوصفه. انا كنت ضفت الفاني تاعي، يعني اضفت من الاول بياض البيض مع قرصه ملح، خلطتهم طلعتهم بيان حتى ولا القوام متماسك. ومن بعدها اضفت ايضا 3 مغارف سكر تدريجيا، ومن بعدها اضفت 3 صفار البيض تدريجيا، ومن بعدها الفاني نتاعي. هذا هو الخليط. شفتوا الخليط كيفاه راه، شو القوام تاعو. هنا تعرفي باللي الخليط تاعك ناجح بالمية، هنا راح تعرفي باللي لاير كيك تاعك راح ينجح، هنا تتاكدي 100% باللي راح تنجح لك الوصفه، وراح تجيك خفيفه وبنه ما شاء الله، حتحمر لك وجهك. تحبي تديها معك تروحي ضيفه، تحبي تديها مع ديريها لوليداتك، كل واحد تخدمي له وحده صغيرونه كيما انا خدمتها كبيره وقسمتها درتها ميني، درتها على زوج. هنا يا البنات راني نخلط في الخليط بيان، خلطوه من 10 دقائق ل 20 دقيقه، فهمتوني؟ ما تخافوش راح تنجح لكم 100%. تبعوا خطوات فقط ان شاء الله راح تفرحوا بهم. وكتبوا لي في التعليقات كل واحده جربتها وراح تجربها من الفيديو نتاعي بوصفه نتاعي، تكتب لي في التعليق نجحت لها، وتبعت لي فوطو كيفاه جربت لاير كيك من الفيديو نتاع اسيل، وراح تنجح لك 100%. انا نضمن لك ان شاء الله. تبعي فقط الخطوات. هنا الخليط تاعي جا متماسك. بعد ما جا متماسك راح نتخلى الان على الباتر، راح نتخلاو عليه. راح ندير الفرينه نتاعي، قلت لكم 3 ملاعق فرينه، راني نعطيكم القيس قد فهمتوني يا البنات؟ عندنا 3 ملاعق فرينه. هنا شوفوا لي الخليط متماسك، ونمد لكم 3 ملاعق فرينه تضيفوها تدريجيا. 3 ملاعق ضيفوها تدريجيا. راح تضيفوا 3 ملاعق تدريجيا يا البنات. كي تضيفوها يا البنات، كي تعودوا تضيفوا في الفرينه، هنا راح تحطوا الفرينه من الاول كما راني نحط انا. تحبوا تضيفوها تدريجيا، تحبوا تضيفوها كما انا نضيفها مع بعضها 3 ملاعق. شوفوا يا البنات تبداو تطلعوا من تحت. شفتوا كيف راني طلع؟ تبداو تطلعوا من تحت وتجبدوا، تبداو تطلعوا من تحت وتجبدوا باش ما يدخلش الهواء لاغوسيت نتاعك، فهمتوني؟ باش ما يدخلهاش الهواء نتاعها. شفتوا كيف راني نجبد ونطلع باش ما يدخلش الهواء للكيك نتاعي، لانه كون يدخل لك الهواء الكيك تاعك النفس نتاعها راح تخسر لك، راح تهبط لك الكيك نتاعك، راح تهبط لك. شفتوا كيف راني نجيب من تحت ونطلع؟ راح تجيكم كل المورينغ، راح تجيكم كالمورينغ. راح تشتو كيفاه راح تجي العجين تاعها تجي كالمورينغ. هنا كنت خلطتها. راح نجيب حنسميه البواط تاع الحليب، حنسميه سارسو هذا الترند الجديد اللي راه داير ضجه. هنا قلت نجرب الحبيباتي يشوفوا هذا الترند بلي ناجح 100%، وباللي تخرج لكم لاغوسات هايله والعجينه خفيفه بزاف، وتخرج لكم ما شاء الله ما شاء الله. اللي يحب يشربها يشربها، اللي يحب يشربهاش ثاني راح تجيكم هايله، ما تجيكمش حاشفه، ما تجيكم والو يا البنات. هنا راني نقيس على السيرسو نتاعي على البواط تاع الحليب. نصيحه البنات، البواط تاع الحليب نحولوا الغلاف الفوقاني اذا كنتوا حديروا في البواط تاع الحليب باش ما يذوبلكش في الفرن، فهمتوني؟ واللي يحب يخليه ما عندوش اضرار، فهمتوني؟ وهذه البواط ما تحطوهاش لتحت. شتو ما تهبطوش لتحت خلاص، دائما خلوها في الدرجه الثانيه، يعني من شعر الحراره يعني للداخل. وين تحطي المحل تاعها حطيها في الدرج الثاني، تحطيهاش في الدرج الاول اللي قريب للنار باش ما تحرقلكش وباش تطيب لك بيان، فهمتوني؟ راح تطيب لكم من نصف ساعه الى 45 دقيقه على درجه حراره 180 درجه، والفرن يكون مسخن قبل بوقت، يعني قبل بنصف ساعه يكون الفور سخون، فهمتوني يا البنات؟ و180 درجه راح تطيب لكم من نصف ساعه الى 45 دقيقه، فهمتوا يا البنات؟ هنا كما راكم تشوفوا معايا راح نحط هنايا نكيل البوبي كويسون تاعي، نحط نفرشو، ومن بعدها ندور هنا. شوفوا البنات انا هنا كنت ما نحيتش الحاشيه من مليح، نحيت غير جهه واللي ما نحيتهمش. تحبوا تنحوهم ما كانش ازعاج، تحبوا تخلوهم ما كانش ازعاج، فهمتوني؟ تقدروا حتى كما قلت لكم تقدروا ديروا حتى في لي بواط نتاع الطوماط، لي بواط اي بواط عندك، تقدري في الكسكاس، تقدري ديري في المرميط، اي حاجه عندك. ما كاينش حاجه تمنع المراه من الطبخ، ما كاينش حاجه تمنع المراه من الابداع.
انت راكي مبدعه، مرأة راكي مبدعه، راكي افكار كما يقول لك، افكار مبدعه. فهمتوني؟ هنايا كنت فرغت الكيك نتاعي، فرغت الخليط نتاعي، شوفوا لي كيف راه مداير. انا راه الفرن كنت خليته قبل بنصف ساعه يسخن. شفتوا لي هنايا الخليط نتاعي كيفاش راه داير. يا البنات انا سخفت على البوا تاع الحليب هذا، عجبني عجبني. هنايا شفتوا مكونات بسيطه، عندك 3 بيضات، 3 مغارف سكر، وحده فاني، عندك 3 فارينه، وانتي خادمه الكيك نتاعك ما تخدمي لا محسن، ما ديري لا خميره لا حتى حاجه، راح تطلع لك وتجيك خفيفه ما شاء الله. هنا راح نطلع الشونتي نتاعي. هنا قيس الشونتي نفس قيس الماء البارد. الماء لازم يكون برد بيان من الثلاجه اذا ممكن، لازم يكون برد بيان، ولا تطلعوها بالحليب. انا كان متوفر عندي حليب كونديان لكن حبيت نطلعها بالماء، انا تعجبني بالماء احسن، تجي قوامها متماسك اكثر. والبنات هنا راح نطلع الشونتي تاعي. شوفوا لي هنا بعد ما طلعتها كيفاه راه متماسكه. هنا تعرفوا الشونتي تاعكم نجحت لكم، ومن بعد راح نحطها في الثلاجه زيد تتمسك مليح بيان. هنا راح نوجد معكم واحد الخليط يا البنات، وشو نقول لكم، خليط ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا ما نقول لكمش كراميل، لا راح نقول لكم ماكسون. تعرفوا شيكولا ماكسون حنخدمها لكم. قلت لك يا مدام ما كاينش حاجه ما تقدريش تخدميها، هنا راح نخدم معكم شيكولا ماكسون احسن ما تشريها من المحلات وبسعر غالي. راح تخدميها بابسط المكونات عندك في المنزل، فقط بسكر يا البنات، بسكر شوي شيكولا شوي زبده، وانتي خادمه شيكولا ماكسون ما شاء الله. شوفوا هنا كنت ذوبت نتاعي على نار لازم تكون هادئه، طيب بعقلها ما تكونش متوسطه، تكون هادئه. هنا راني ذوبت نتاعي بيان، ذوبتها بيان السكر كي ذاب، ضفت له الماء لازم تضيفي كيما ديري كيس سكر. فهمتوني؟ قيس الكيس سكر بالماء كيس غربع ماء، كيس غربع ماء، يعني ما تعمريش الماء قد السكر. فهمتوني يا البنات؟ باش يجيكم متماسكه ماشي سائله. شوفوا الله كيف راه يتكشكش الكراميل تاعي. والبنات انا كراميل راح نحولها لكم شيكولا ماكسون. شفتوا هنايا كنت اضفت عندي شيكولا مونا نوار، شيكولا السوداء. انايا فضلت عندي شيكولا سوداء ودرت لها 4 مغرفه زبده، ولكن ننصحكم يا البنات جربوها بالشيكولا البلون راح تجيكم ما شاء الله. جربوها بالشيكولا البيضاء وردوا لي بالخبر. شيكولا المارون انا كانت متوفره عندي درت لها شيكولا مارون، ولكن من الافضل ديروها بشيكولا بيضاء. والله يا البنات تجيكم شيكولا ماكسون ما شاء الله احسن من المحلات. شوفوا لي الشيكولا نتاعي كيف ذابت. الله راح هنايا راح نضيف لكم سر اخر يا البنات. نحوها من النار ومن بعدها نديروا هذه الكابريزات يا البنات، نموت على الحلاوي. هنا بعد ما نحيتها من النار وكانت سخونه الخليط ذاك، ضفت لها الكابريز. كانت وضع عندي 3 حبات كابريز، درت لهم الكابريز نبقى نحرك حتى يذوبوا. بعدها نخبطهم بالميكسور في الخليط ذاك بيان يذوبوا لي. شوفوا لي كيفاه راه الله شوفوا لي الشيكولا ماكسون الله انا خليتها تعقد. ومن بعدها كي نعاود نجي حنزين بها، نعاود ندفيها على النار تولي لي سائله كيما نحبها انايا. هنا جبت لكم سر تخدمي في منزلك بابسط المكونات، سكر وكابريزات، احسن من انك تشريها بفاميل واكثر. شوفوا لي هنايا كيف راهي سائله ما شاء الله. شوفوا لي كيفاه ناجحه 100%. ولكن شوفوا لي يا البنات الجنواز تاعي كيفاه نجحت لي. شوفوا الجنواز الله كيف راه. انا كنت قلت لكم داتني طويله، قسمت على 2، حبيت ندير لها ندير لاي كيك ميني، درت فيها 3 طبقات، كل وحده فيها 3 طبقات، جاوني 2. شوفوا لي يا البنات ما شاء الله. شوفوا العجينه، شوفوا صح العجينه نجحت خفيفه. شوفوا كيف ما تتكسر، شوفوا كيف راني نضغط عليها وما تتكسر ليش العجينه. هنا تعرفي بلي نجحت لك 100% يا البنات. وهنايا كان متوفر عندي مكونات بسيطه للحشو والمكونات بسيطه للديكور التزيين الفوق، وزينتها بابسط المكونات. زينتها بشيكولا ماكسون اللي كنت خدمتها معكم مسبقا، وزينتها بالشونتي، ونموت ايضا على نواه كوكو. كانت متوفره عندي الجوزيه ايضا، جابها لي الزوج ربي يحفظه ان شاء الله. هنا هذه هي لاير كيك تاعي اللي كنت قلت لكم اني قسمتها، درت لها ميني على سببين. عندي سبب اني خدمت 2، كنت حابه انا نخدم 2. فهمتوني يا البنات؟ بابسط المكونات خدمتها في الدار. هنا راح نوري، هنا بينت لك يا مدام باللي مكونات بسيطه في الدار عندك. نوضي اخدمي، نوضي ديري حاجه تفطري بها روحك، قلشي زوجك، نوضي ديري لوليداتك الاختبار نهار الحد، خلي ربي يسهل لهم، نوضي ديري لهم يفطروا. حاجه بسيطه عندك في الدار نوضي ديريها. علاه راكي تروحي ديري شوفلور 3 بيضات، تروحي ديري كيك ب3 بيضات، خليهم يشربوا بالحليب. هنا هذا الترند ديال البنات.
جربوه والله ما راح تندموا، وما يديش الوقت بزاف، كل شيء راح تخدمي فيه ساعه واحده. فهمتوني؟ عندك 45 دقيقه طيب، عندك ما تخليها توجد، ما تخليها في الفريجيدير، ما تخليها تبرد، ما تخليها والو، في دقيقه وانت ديري الحشو كلشي. ان شاء الله يعجبكم التراند هذا. الى فيديو مقبل حبيباتي.